دي اللي هي الابستراكت. تمام. دي الواقعيه، دول عرضناهم. طيب وقت الرسومات مثلا معاك بياخد قد ايه؟ يعني مثلا هل الرسومات بتختلف من الواحده للتانيه ولا نفس الوقت؟ على حسب التفاصيل الموجوده في اللوحه. ممكن تبقى معايا نفس اللوحه بنفس الحجم، واحده بتاخد مثلا يومين، واحده بتاخد شهر. التفاصيل اللي بتفرق على حسب التفاصيل الموجوده فيها وتكوين اللوحه وتناسق الالوان الموجوده فيها. لا نرجع كده، انت قلت لي تاخد شهر. في انت عندك طولة بال انك ترسم رسمه شهر؟ لو يعني هي فيها تفاصيل وان انا هضيف فيها، اجيب مجهودي كله فيها وان انا اضيف فيها، هتديها شهر. وقت. طب ايه اكتر رسمه اخذت وقت معاك؟ كان ما تقولش هي اكتر من شهر، لان انا صدمت بالشهر. لا، في كمان شهر ونص. كمان في لو ايه اكتر حاجه اخذت معاك وقت؟ اللي هو كانت في قبه كبيره مساحتها 300 متر. معانا الصوره دي هتتعرض. دي مساحتها كبيره فاخدت وقت كبير، وكان معايا جروب رسامين، مجموعه رسامين، فاخدت معانا كنا حوالي 6 اشخاص. خدت معانا شهر ونص تقريبا. وكانوا 6، فده وقت طويل اصلا. طب لو لوحه بترسمها بتاخد قد ايه؟ على حسب التفاصيل الموجوده فيها. ممكن اخلصها في ساعتين، بس بنوع الرسم. تكمل يعني مثلا انت دلوقتي رسمت شويه في الرسمه، وقفت شويه، بتقدر تدمج الرسم بعد كده؟ هو المفروض كده اصلا. المفروض ان انا ابدا في اللوحه وافصل عن مود الرسم وارجع تاني اكمل. كل ما بتفصل عن الرسمه وبترجع لها في وقت تاني، انت بيبقى عندك القدره ان انت تضيف اكتر في اللوحه. تمام جدا. فيها طيب هو الرسم يعتبر واخد كل وقتك، ولا مثلا بتشتغل حاجه تاني جنبه، ولا هو الرسم ده الشغل الخاص بيك؟ هو في الاول كانت هوايه. الرسم بالنسبه لي كان هوايه، حاليا خلاص بقى شغل. احنا معانا دلوقتي كمان هنعرض الفن القبطي. انت قلت لي في حاجات في المجال الكنسي عملتها، كان في منها انواع، ايه الانواع اللي بترسمها؟ دي القبه دي اللي هي دي اللي اخذت وقت، اللي هو شهر ونص. دي اللي اخذت شهر ونص. مساحتها 300 متر. تمام. ده فن اللي عدت كانت فن ايطالي. دي قبطي. دي ايطالي. دي قبطي. انت درست الحاجات دي اصلا يعني؟ عارف كل فن وكده؟ لازم. ايوه، لازم ادرس كل نوع فن عشان اعرف اشتغله كويس. الفن الايطالي ليه اساسيات. دي اللي هي القبه اللي انت بتقول عليها. دي الفن الايطالي. دي لها اساسيات ودرجات الوان علشان تطلع معايا بتختلف يعني، حتى الالوان بتختلف من لان هي مساحتها كبيره جدا. مساحه القبه 300 متر، وبيبقى فيها عناصر لازم تبقى منسقه في المساحات دي. تمام. ايوه. وفي برضو ده برضو ايطالي. ده ايطالي برضو. ايطالي برضو. بيختلف الايطالي عن الايطالي بيبقى واقعي شويه. القبطي بيبقى ليه نسب وليه رموز معينه. طيب انت عشان توصل للدرجه دي من الرسم، وان انت بترسم حاجات كده وبتاخد معاك وقت وكده، عملت ايه؟ اشتغلت ازاي على نفسك؟ اشتغلت في الاول مع رسامين، اخدت منهم خبرات. وبعد كده حاولت ان اطور من نفسي واكون اسلوبي. كل رسام وليه اسلوب خاص اللي هو بيبقى معروف بيه ان مثلا حد يشوف شغلي يقول هو ده شغل فلان. فانا فضلت لحد ما كونت دي ان انا شغلي يبقى معروف. ليك اسلوب معين؟ يعني يبقى ليه اسلوب معين. دلوقتي الناس بتعرف تحدد ان ده رسمك؟ اكيد. ده حاجه حلوه. اللي بيفهم في الرسم كويس بيعرف ان هو يحدد كل نوع فن